ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني قوي قوي. فيديو جديد وفيديو النهارده نصايح جديده للمتزوجات، للعرايس. لو انت متجوزه بقالك 10 سنين، متجوزه من سنه، في اي وقت بجد الحاجات دي اتمنى لو كنت اعرفها من اول يوم في الجواز. اي نعم في حاجات كتير بنتعلمها مع الوقت وبالتجربه، واوقات حتى كمان بالغلط. يعني لما بنعمل الغلط بنعرف الصح وبنتعلمه. اوقات لو ما كناش مثلا وقعنا في مواقف معينه ما كناش عرفنا الصح بتاعها، يعني او انسب حل ليها او انسب طريقه توصلنا اللي احنا عايزينه. فعادي يعني مش هنقعد بقى نبكي على اللبن اللي اتدلق، خلينا نبتدي صفحه جديده. وخليني اقول لكم على شويه نصايح بجد هتفرق معاكم جدا. وانا طول ما انا قاعده بفكر في الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده ده، لقيت ان انا عماله اكتب 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 لحد من دلوقتي وصلوا لحوالي 12 نقطه عايزه اتكلم معاكم فيهم. فخلينا النهارده نتكلم عن 5 بس، وان شاء الله في الفيديوز اللي جاي هنكمل مع بعض نصايح هتفرق معاكم جدا، سواء انت عروسه لسه متجوزه من قريب، متجوزه بقالك فتره، معاكي بيبي، معاكي ما شاء الله اكتر. بجد الحاجات دي هتفرق معاكي جدا. اول حاجه، انا شخص روتيني جدا وبحب الروتين جدا وبحب النظام جدا، واي فرصه بتجيلي ان انا اعمل روتين لاي حاجه في حياتي بعمل ده، لان دي اكتر حاجه ممكن تكون بتفرق مع الواحد، مع بعض الناس، يعني مع بعض الشخصيات. فكره النظام او الروتين دي بجد بتحمس ناس كتير، وخلاص وانس ان انت اتعودتي عليها بقيتي تعمليها بتلقائيه من غير حتى ما تفكري فيها. في حاجات بجد عشان نعملها بتاخد مننا اصلا مجهود ذهني عشان تتعمل، لكن وانس ان انت اتعودتي عليها بقت عاده في حياتك، بقى روتين، خلاص بتعمليها بمنتهى السهوله حتى لو انت بتفكري في مليون الف حاجه تانية. فانا شخص بيحب جدا الروتين وبحب جدا النظام، بس الكلام ده ما ينفعش في اي وقت. في اوقات لو تقدري تخطفيها لنفسك اخطفيها، ما تقوليش لا انا لازم بقى يبقى عندي مي تايم، انا لازم بقى يبقى عندي وقت مخصص اعمل فيه الحاجات اللي انا بحبها. حتى لو انا مثلا ههتم ببشرتي، ممكن تعملي ده من وقت للتاني. لو انت مثلا عايزه تروحي بيوتي سنتر، لو انت عايزه تعملي حاجه مختلفه في شكلك، لو انت عايزه تنزلي الجيم، لو عايزه تعملي حاجه. لكن في الحياه اليوميه، خدوا بالكم انا بتكلم على الحياه اليوميه، حاجه يوميا. تخيلي لو كان عليكي ضغط قوي ان انت عشان تعمليها، ده هيأثر على حياتك ازاي. لكن الحاجات اللي بتتعمل من كل فتره للتانيه مش هتكلم فيها، لكن انا بتكلم دلوقتي على ابسط حاجه مثلا، وهي السكين كير روتين. انا دلوقتي واحده عايزه اهتم ببشرتي، راجعه من مصيف مثلا، بشرتي غمقت، بشرتي فيها حبوب، حاسه انه بشرتي وليكن مش في احسن حالاتها، انا نفسي تبقى بشرتي كده جلوي وتبقى صافيه ويبقى شكلها حلو، حطيت ميك اب ما حطيتش ميك اب، انا قاعده باين قد ايه ان انا زوجه او عروسه مهتمه بنفسها. حتى لو كانت الطريقه في الكواليس طريقه بسيطه جدا وسهله جدا، ومنتجات مثلا مش مكلفه خالص. الفكره ان انا دلوقتي لو عايزه اعمل سكين كير روتين، مش هقعد اقول بقى انا لازم انيم العيال، لازم اخلص المطبخ، لازم الشقه تبقى مترتبه، لازم التسريحه بتاعتي تبقى متروقه، لازم كل حاجه تبقى تحت ايدي، لازم اجيب منتجات غاليه، لازم لازم لازم، واحط لنفسي عقد وكلاكيع هتصعب الموضوع عليا. لا، انا دلوقتي عندي منتجين 3 هم دول عايزه استخدمهم، جات لي فرصه هوبا يلا ادخل على طول اعمل السكين كير بتاعي في السريع. اغسل بشرتي مثلا وانا بتوضى، يعني انت مثلا دلوقتي العشاء بقت متاخره قوي، بقت بعد الساعه 9:30 بالليل، فخلاص قربنا من فتره النوم، فانا كده كده واقفه بتوضى. طب ما اتوضى جنب الغسول كده، اغسل بشرتي على طول، ادخل جري على التسريحه قبل ما اصلي، احط السكين كير بتاعي. ليه لازم نستنى لحد اخر لحظه اللي هو انيم العيال وابقى انا نايمه اساسا كلينيكيا قبليهم؟ وارد جدا ان انت تكسلي، وارد ان انت ما تعمليش الحاجات اللي انت عايزه تعمليها دي. طب ليه؟ طب ما انا عندي فرصه ال5 دقايق دول هتخلي بشرتك تمتص المنتجات بشكل افضل، هتاخدي وقتك ال5 دقايق دول مش هيفرقوا في اي حاجه. هو اصلا مش 5 دقايق، هم اقل من كده بكتير لو احنا بنتكلم على الاساسيات، يعني اللي هو يا دوب سيرم ومرطب اي كريم ليب بالم، خلاص الموضوع انتهى. لو انت بتحطي بقى حاجات للاكني، حاجات مثلا للتفتيح، دي قصه تانية، كل واحده على حسب الحاجه اللي هي محتاجاها لبشرتها. فانا دلوقتي عملت الروتين بتاعي وخلاص بشرتي امتصته كويس، لما اجي انام مش هيتمسح 3/4 في المخده، لا يعني هتبقى بشرتي امتصته كويس واستفادت منه، وبعد كده انام. في نفس الوقت انا خطفت الفرصه دي، انا اللي صنعت لنفسي الفرصه دي. لكن لو كل حاجه فضلت تقولي لا لما يجي وقتها، لا لما الظروف تبقى مؤهله، لا مش عارفه لما اجيب ايه هبقى ابتدي، الكلام ده في حاجات كتير بيعطلنا بجد، واليوم اللي بيخلص ما بيرجعش. وانت اهم حاجه او من اهم الحاجات في دورك كزوجه وكأم ان انت نفسك تكوني كويسه. ده
وانس ان هو انعكس عليكي هينعكس على نفسيتك، هينعكس على طريقتك مع جوزك مع اولادك، هينعكس على حياتك كلها. فندي وقت لنفسنا، ولو ما توجدش الوقت ده احنا نخطفه، ومش لازم بقى نلتزم في الروتين او بالروتين في الوقت ده او في الحاله دي، لا، اللي اقدر اعمله وانجز نفسي واخلص نفسي على طول. الحاجه التانية، وانا عارفه ان انا هتعارك عليها وانا جاهزه للعراك والمعركه، انا جاهزه ان احنا نتعارك مع بعض، عاركوني لو تقدروا تعاركوني عاركوني. هقول لكم ليه، لانه النقطه دي تحديدا اصلا بيتقال عكسها. دايما كنا نسمع من وقت ما كنا عرايس يعني انه لو انت عايزه تبقي ليدي في نفسك وتبقي زوجه مفيش منك اتنين وكده، يبقى في لبس مخصص للنوم، ولبس مخصص للقعاد، ولبس مخصص للمطبخ، ولبس مخصص للخروج. مين سمع النصيحه دي؟ اكيد كلنا سمعنا النصيحه دي، ان انت لازم كل حاجه يبقى لها لبسها، ما ينفعش اللبس اللي انت نمتي بيه هو ده اللي تقومي تفركي بيه. طيب ده مبدئيا بيختلف من طبيعه شخص للتاني، احنا مش زي بعض ابدا، حتى الاخوات مش زي بعض. انا عندي صحابي بيحبوا مثلا ستايل في البيجامات ميكي وكيكي والحاجات اللي هي الكرتون الفانكي دي، هم ستايلهم وذوقهم كده. انا بعد شويه من الجواز حسيت الحاجات دي ستايلها عيالي عليا، لا، فبقيت احب حاجات تبيني اكتر ان انا ليدي في نفسي، تبيني اكتر ان انا، عارفين لو بتطلعي الانثى اللي جواكي وانت في البيت، بما اننا محجبات يعني، فانت مش معقول مش تلبسي بره البيت ومش تلبسي في البيت برضو، هيبقى اكيد نفسك ان انت تلبسي. فنقطه ان احنا يكون عندنا لبس الخروج دي كلنا متفقين عليها. لبس للقعاد في البيت تمام، بس انا ممكن انام بيه طالما اللبس ده نضيف خلاص، انما لبس المطبخ لا، ما يتقعدش بيه، لانه اصلا بيلقط الروايح، وانت لو سبتيه هيلقط في جسمك، ولو ما اخدتيش شاور خلاص كده بقى يعني ماشيه بصلايه في نفسك، الموضوع بيبقى مش لطيف ابدا. فانا ممكن اوكي في يوم قعدت انضف وافرك وكده، يبقى اللبس خلاص بقى عرقت فيه، اتبقى جه عليه مش عارفه تراب، حاجات لازم يتغير قبل ما انام. دخلت المطبخ، كلنا دلوقتي طبعا بندخل نتسلق، انا عايزه اقول لكم انا حاطه تكييف في وش المطبخ وبنسلق برضو، كلنا بندخل نتسلق، مشغله الفرن من هنا والعيون من هنا، وقاعده بتقطعي وتعملي ومعزن للعيال وبتاع، ده اصلا لوحده بيجيب توتر اساسا وبيخليكي تعرقي. فاللبس ده لازم يتغير. لكن انا دلوقتي خلاص غيرت واخدت الشاور بتاعي وداخله انام، خلاص انا كده لابسه لبس جديد ونضيف، اكيد مش اللبس اللي فرجت بيه هو اللي هنام بيه او اللي هلبسه بعد الشاور، ما خلاص انت شاور خلاص، ففتحنا صفحه جديده على نظافه، نلبس بقى حاجه نظيفه، والحاجات التانيه دي تتحط تتغسل، بنام بيه عادي، مش هقوم تاني يوم اغيره. ليه يعني يبقى فيه لبس مخصص للنوم؟ ما هو لو انت عايزه مثلا لانجري، خلاص معروف اللانجري ده كده ولا كده مش هتعرفي تقعدي بيه لو في يعني اولاد وسنهم كبير وكده. لكن ليه التعقيدات؟ يعني ليه نعقد نفسنا؟ ليه لازم نحط قواعد ما نقدرش نلتزم بيها، ولما ما نلتزمش بيها نحس ان احنا مقصرين، يعني نحس ان احنا وحشين، نحس ان احنا مش زي باقي الستات؟ لا، انتي حسب ذوقك وستايلك وحسب ظروفك، ويعني الحياه فيها حاجات يعني اهم من كده بكتير، اهم ان انتي تقعدي على مدار اليوم شوفي المفروض منك تلبسي كام طقم. ليه التعقيدات دي؟ فانت طالما اللبس نظيف وعلى جسم نظيف، نامي بيه واصحي بيه واقعدي بيه. حسيتي ان هو اتبهدل، عرقتي فيه، اتلبس في الصيف اللي احنا فيه ده، هو الصراحه اخره يوم، على تاني يوم بيتغير. يعني حسيتي الدنيا مش تمام، غيري، خدي شاور وغيري، غيري على الناشف زي ما بنعمل في الشتاء، لكن ما تلزميش نفسك بحاجات مش هتقدري تلتزمي بيها، وهتحسي بالتقصير، وهتحسي انت وحشه ومش حلوه زي الحلوين، ومش متجوزه زي المتجوزين. الكلام ده مش واقعي يعني الصراحه. يعني لسه عايزين تعاركوني ولا خلاص مش هنتعارك؟ يعني مين متفق معايا طيب في اللي انا بقوله؟ يعني تحديدا في النقطه دي، يعني مش لازم تكونوا متفقين معايا في كل حاجه، بس يعني اعرف مين مؤيد رايي في رقم 2 او لا. يعني مين؟ قولوا لي كده تجاربكم، الكلام اللي كنتوا بتسمعوه قبل الجواز، الحياه الواقعيه هل مناسبه مع الكلام اللي كان بيتقال قبل الجواز ولا لا؟ قولوا لي كده. الحاجه الثالثه، لو ما قمتش كل يوم الصبح، مش هقولك بدري، بالنسبه لنا بدري دي بتختلف من شخص للتاني على حسب مواعيد صحيانك انت، وعلى حسب ظروفك، وعلى حسب تشتغلي ولا لا، وعلى حسب ستايل يومك بيمشي ازاي، وعلى حسب جوزك واولادك يومهم بيبدا امتى. يعني مثلا في ناس بتقوم
من النوم تصلي الفجر وترجع تكمل نوم تاني لحد الساعه 10 او 11. في ناس بتكمل من بعد الفجر لحد 10 11 او 12. في ناس اولادها بيصحوا من بدري قوي عشان عندهم تمارين، عندهم كورسات، عندهم حاجات، بيصحوا بدري. في اولاد بيصحوا متاخر. انا ماليش دعوه بكل ده، انا ليا دعوه بيكي انت. اصحي حتى لو نص ساعه بس قبل ما الاولاد يصحوا، وخدي وقتك، اعملي اي حاجه انت بتحبيها. حطي لنفسك حاجات انت عايزه تخلصيها قبل ما الدنيا تبتدي، قبل ما العالم يصحى، قبل ما يحصل اي حاجه. الوقت ده لنفسك. تشربي بقى مثلا حاجه على الريق مثلا تساعدك في نزول الوزن، تشربي حاجه انت بتحبيها مثلا كوفي باللبن او حاجه، هتاكلي حاجه بسيطه، هتقعدي هتقراي ورد قران، يعني على حسب ظروف حياتك. بس بجد لو بدأت يومك صح في الغالب بيمشي صح. ولو حصل تقصير على مدار اليوم، انت برضو الفقرة الصباحية دي بتهون عليكي، غير لما تبتدي تلبسي اللي هو صاحية لابسة بقى في المسؤوليات، في طلبات العيال، في ان انا كنت عايزة اعمل كذا وملحقتش، ان انا كان ممكن انزل في مكان وما قدرتش. اليوم غالبا بيتلخبط حتى لو انجزتي فيه. على عكس لما تبتدي يومك كده مع نفسك، تقومي تسرحي شعرك، تحطي السكين كير، بجد الحاجات دي بجد بجد بتفرق. مهما كانت بسيطه بيتبص لها ان هي تافهه، بس هي بجد بتفرق. غير لما تقومي منكوشه منفوشه، رابطه القمطه، ولا مسرحه شعرك ولا عامله اي حاجه، انت بتبقي قاعده اصلا مش مرتاحه وحاسه ان انت ايه الاهمال اللي انا فيه ده؟ انا عمري ما هقدر اعيش حياتي، انا عمري ما هبقى زي الستات كده والمتجوزات والعرايس اللي انا بشوفهم. طب ليه؟ انت لو سرحت شعرك وحطيتي السكين كير بتاعك كده بعد الوضوء حتى، بجد بيفرق قوي في النفسيه، بتحسي ان انت عملتي حاجه لنفسك حتى لو كانت بسيطه. يعني معلش تسريح الشعر ده انا ما بقولكيش دلوقتي هاتي بقى البيبي ليز بقى وظبطي، ما بقولش كده، انا بقول سرحي شعرك، سرحيه، ما تسيبوش عامل مشابك في بعض، لا سرحيه كده وما تعمليش تسريح. طلعي البامب اللي انت عايزاها، مفيش مشكله خالص، اعملي اللي انت عايزاه، بس ما تسيبيش نفسك كده للاهمال، او ان انت ما يكونش عندك وقت لنفسك قبل ما الحياه والدنيا تلهيكي وتاخدك. الحاجه اللي بعد كده وهي انه الدنيا كلها اولويات. بمعنى ان انا في فتره من حياتي بعد الجواز على طول، اول ما اتجوزت يعني ما كنتش بشتغل، رغم ان انا كنت مقضيه حياتي كلها شغل. كان الاولويه لنفسي وانا بشتغل في الوقت اللي قبل ما اتجوز فيه، كنت على طول اجيب كريم مرطب وصن بلوك وغسول. وكان اهم حاجه واكتر حاجه واسرع حاجه بتخلص من عندي كان الصن بلوك، لان انا كنت بنزل يوميا. كان ممكن المرطب يقعد معايا شويه، كان ممكن الغسول يقعد معايا شويه، في منتجات كده بتقعد حبه، لكن الصن بلوك عشان بحطه وبجدده واحطه واجدده كده كان بيخلص بسرعه. بعد الجواز بقيت قاعده فتره في البيت، وبعدها خلاص بقى شغلي كله من البيت، بقيت لما انزل بقى يعني مش كتير. فدلوقتي انا الاولويه ايه؟ افضل اصرف في الصن بلوك اللي انا اصلا مش بستخدمه، غير لو انا نازله وهتعرض للشمس بشكل مباشر، غير لو انا مسافره، غير لو انا عارفه ان انا داخله صهد وحراره والشمس داخله عليا من المطبخ ومن الشبابيك وكده، ولا ان انا اصرف في المرطب وفي الغسول. انا طبعا بجيب لكم مثال، بس انت تقدري تطبقي ده على اي حاجه في حياتك. الحياه اولويات، فانت تشوفي الاولى واللي انت محتاجاه والضروري وتجيبيه وتصرفي فيه. في حاجات اقول لك لا، ممكن تجيبي مثلا اي بادي لوشن، اي بادي كريم، هيأدي الغرض وهيديكي ترطيب. طالما انت كده ولا كده اصلا ما عندكش مشكله في جسمك، فايا كان اللي انت هترطبي بيه هيفي بالغرض ان شاء الله. حتى جبتي جوجوبا اويل مثلا من العطارين عادي. لكن لما يكون عندك مشكله مثلا في بشرتك، لما يكون عندك حاجه، انا ما ينفعش ابقى شغلي كل يوم وبنزل له كده وما اجيبش صن بلوك وارجع اشتكي اصل انا بشرتي من هنا لون ومن هنا لون وايدي اسمرت وشكلي بقى وحش. ان احنا ناخد بالنا ونمنع الحاجه من قبل ما تحصل احسن بكتير ما تحصل وبعد كده نرجع نعالجها. فدايما حطي في كل حاجه اولويات وما تستخسريش في نفسك. انا يعني اصلا الجمله دي لوحديها ممكن نتكلم فيها مثلا 10 دقايق لوحديها، فكره ان انت ما تستخسريش في نفسك وتدي لنفسك حقها. بس انا مش هقولها دلوقتي، بس انا بقول لك يعني ان حتى في الاولويات نرتبها صح ونشوف محتاجين ايه اكتر، واللي نجيب حاجه فعلا تبقى افكتيف معانا، مش تبقى حاجه ملهاش لازمه. ما هو مش كل الرخيص وحش ومش كل الغالي حلو،
ممكن تبقى حاجه رخيصه وكويسه، بس في حاجات مثلا لا هي لازم تتجاب غاليه، انت لو ما جبتهاش غاليه مش تديك النتيجه اللي انت عايزاها. انا كده استفدت ايه؟ انا كده ما استفدتش اي حاجه، انا كده برازي في نفسي اكتر يعني. فدايما نركز على الاولويات ونشوف احنا محتاجين ايه ونعمله. واخيرا وليس اخرا، عشان زي ما قلت لكم الموضوع كبير وكل لما اجي اكتب فكره الاقي لحمت في فكره تانية، فزود ازود ازود، فلقيت ان انا هطول عليكم قوي في الفيديو ده، فقلت طب ليه انا اطلع اتكلم في حاجات محدده وادي لكل حاجه وقتها وحقها، وان شاء الله في الفيديوز اللي جايه نكمل مع بعض. اخر حاجه، وانا مش من النوع اللي بندم كتير يعني، بس دي يمكن من اكتر الحاجات اللي انا ندمت عليها، واقدر اقول لكم كده بعد ما شاء الله ما انا داخله في 10 سنين جواز، وهي ان انا ندمت على كل مره ضيعت فيها خروجه مع اصحابي مع ناس قريبه مني عشان اقعد اخلص حاجه في البيت. كلنا متفقين وكلنا عارفين والحياه بتعلمنا، ومع الواقع والخبره والتجربه بنلاقي انه شغل البيت ما بيخلص. انت اللي بتقومي فيه بتصبحي فيه، لو لسه مرتبه البيت كله النهارده هتصحي تاني يوم هتلاقي فيه مواعين في الحوض، هتلاقي في تراب هنا، في حاجه مش متروقه هنا، في حاجه مش في مكانها هنا، ما بيخلص ما بيخلص. انا ما بقولش دلوقتي هو سهل صعب، ما بتكلمش، انا بتكلم في حاجه واقع كلنا عايشينه يعني. وحتى لو انت مش هتخلصيه بنفسك هتلاقي حد تاني بيخلصه ويبقى قاعد بيفرم جنبك في بيتك مثلا، بتنضف لك بيتك او حاجه، فهو ما بيخلص. فزمان كان ممكن عشان اقعد اخلص حاجه في البيت في الشغل اللي ما بيخلص كان ممكن اضيع على نفسي خروجه. واقعيا احنا دلوقتي وفي الزمن ده ومع الغلا مثلا ومع انشغال الناس كلها، يعني كل الدنيا مشغوله، كل الناس مشغوله، كل واحد في وادي وفي دنيا وكده، وان ما كانش مشغول عشان نفسه بيبقى مشغول عشان اولاده، عشان يبني مستقبلهم وهكذا. بس دلوقتي يعني معظم الناس اللي حواليا معظمهم شغالين اصلا يعني. فاحنا عشان نتقابل كاصحاب ونقعد مع بعض قعده حلوه ان شاء الله حتى ساعتين 3، نشرب حاجه، ناكل حاجه، نعمل شوبينج، نتفرج على الدنيا، على المحلات، على الناس. احنا بنبقى ماشيين عينينا في وسط راسنا، عينينا على العيال، مبنبقاش شايفين حاجات رغم ان هي حوالينا طول الوقت. بس لما بقى وانت قاعده كده بتتفرجي على الدنيا بتبصي في وشوش الناس اللي انت بتتكلمي معاها، مش بتبصي على عيالك وانت عماله تتكلمي مع حد عشان خايفه ده يكسر حاجه، ده ينكش حاجه، ده يوقع حاجه، ده يجري بعيد عنك، ده. هنتقابل كم مره يعني انا وصحابي؟ هنتقابل كم مره كل شهر، مره واحده حتى في الشهر مثلا، لو بنتكلم في 30 يوم. مش من حقك ان انت تاخدي حتى لو كام ساعه في 30 يوم؟ 30 يوم انت مامي فيهم، انت زوجه فيهم، انت مسؤوله فيهم، انت بتعملي اللي عليكي فيهم على قد ما تقدري، انت. فكان ممكن مثلا تجيلي خروجه حلوه قوي ونبقى مرتبين قبليها بفتره وكده، واجي الصبح الاقي نفسي مش عامله اكل، الاقي نفسي البيت فيه كذا، الاقي نفسي مثلا حد جاي يصلح لنا حاجه في الشقه، اضطر ان اقعد واكنسل الخروجه. طب ليه؟ طب ما اليوم ده من حقك يعني. فدي يمكن من اكتر الحاجات اللي بتضايقني، لانه كان ممكن اعيش الفتره اللي فاتت بشكل احسن. اي نعم بحاول اصلح ده دلوقتي، بس برضو لو كنت عشته زمان اعتقد كان هيفرق جدا في نفسيتي، كان على الاقل هيشيل الحمل والمسؤوليه من عليا شويه، كان على الاقل هيخليني ما احسش بالذنب في كل مره انا بخرج فيها، لاني اتعودت سنين ما بخرجش غير مع الاولاد، مع جوزي، انا في البيت، انا عند حماتي، انا عند كذا، ما بعملش حاجه لنفسي اللي هو انا لنفسي مع اصحابي في دنيتي. فده بيفرق في كل المستويات. فلو جاتلك فرصه ان انت تخرجي مع اصحابك، هي كده كده اصلا عشان تظبطوا مع بعض مش هتيجي كتير. انا بقول لك اهو، يعني انا بقول لكم افتراضا مره كل شهر، بس ده ما بيحصلش، غالبا بتبقى كل 3 شهور، شهرين، 4 شهور، ايام بتجري وبتعدي بسرعه. فما تضيعيش على نفسك خروجه وقعده حلوه تتبسطي فيها، تفكي فيها، تقابلي ناس انت بتحبيها. ما تضيعوش على نفسكم الوقت ده، لانه الوقت بجد والعمر بيجري بسرعه قوي. تلاقي نفسك حاجات كان ممكن تعمليها تبسطك وانت ما اتبسطتيش وسبتي نفسك للمسؤوليات والضغوطات ودور الامومه وكده. وبس كده، دي كانت كل حاجه الفيديو النهارده. يا رب يكون عجبكم وفاتكم، وايا كان عمرك ايه، وايا كان متجوزه بقالك قد ايه، وحتى لو كنت اتجوزتي ومثلا فشلتي في التجربه الاولى واتجوزتي تاني، وحتى لو انت عروسه، بجد لو حاولت ان انت تهتمي بالحاجات اللي انا بكلمك فيها دي وتتعودي عليها وتاخدي بالك منها، هتفرق معاكي على المدى البعيد قوي، تفرق قوي قوي. ولسه ان شاء الله هقول لكم على حاجات تانية برضو تفيدكم وتنفعكم. قولوا لي بس تحت في التعليقات اذا كانت الفكره عجباكم، حابين ان احنا نكررها تاني ونكمل فيها. وقولوا لي انتوا كمان
ايا كان بقى انت متجوزه من سنه من 10 سنين، اكيد في حاجه مختلفه اتعلمتيها، حتى لو اكل على فكره. قبل كده كنت قاعده مع اصحاب مامتي الله يرحمهم، كنت انا متجوزه بقالي شهر او شهرين باين، اللي هو لسه بقول على السكر اوكر، لسه عروسه طازه خالص. ولقيت بقى اصحاب مامتي كل واحده بتقول انا بعمل اكله كذا، وانا لما ضفت الكريمه على اكله كذا بقت تحفه. ولقيت واحده بقى فيهم بصت لي كده وقالت لي هي وانت بقى عملتي ايه اكله جديده من ساعه ما اتجوزتي؟ ف قلت لا يعني انا عندي مثلا تتبيله كده مختلفه بشوي بيها البريق، ما كنتش عارفه اقول ايه يعني، كنت عماله مش عارفه اقول لها اكله مختلفه، مش عارفه اقول ايه، رغم ان انا كنت بعمل اكل مختلف وكل حاجه وجديد يعني، كنت بعمل اكل مختلف، كنت بعمل اكل حلو طبعا مش زي دلوقتي، انت مع الوقت بتتعودي بتظبطي الاكل اكتر وتظبطي التوابل اكتر، بس يعني كان عندي حاجه اقولها بس انا متوقعتش السؤال. وبعدين اللي هو انا لسه جديده خالص، انتوا ما شاء الله بقالكم ال20 سنه ولا 25 سنه متجوزين، انا هاجي ايه جنبيكم مهما قلت؟ فطبعا قعدت اتلجلج وكده، وهي عدت لي الصراحه مش فاكره يعني، بس هي عدت لي الموقف ما دقتش على كلامي وبس. فانا واثقه انه اكيد كل واحده فيكم عندها حاجه واحده اتعلمتها ايا كان، اكيد اكتر يعني ممكن يكون في اكتر كتير، بس يعني اقل حاجه اكيد اتعلمتي حاجه واحده بس في سنين جوازك ايا كان العمر اللي انت عشتيه في الحياه الزوجيه ايه. فيا ريت تقولوها تحت في التعليقات، ممكن كمان اخد من تعليقاتكم واطلع اكمل بيها الفكره دي والفيديوز دي ونتكلم في حاجات اكتر وكلنا نستفاد من بعض. بس كده دي كانت كل حاجه لفيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم وفاتكم، وبحبكم قوي واتمنى لكم كل قلبي حياه جميله وهاديه وسعيده. بشكركم قوي، اشوفكم الفيديو اللي جاي على خير ان شاء الله. سلام.